اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا يا رب. طبعا كلنا بقى عارفين ان رمضان بكره، كل سنه وانتم طيبين يا رب وبخير. يلا بقى النهارده ان شاء الله هيكون السحور، وطبعا بعد السحور لازم يكون عندنا زبادي. بعد ما بنتسحر طبعا بناكل زبادي. تعالوا بقى نعمل الزبادي في البيت وبطريقه بسيطه وسهله، وطعمه حلو قوي، طعمه زي بتاع بره بالظبط، مش هتفرقيه ابدا الطعم. انا عملته امبارح بالليل، وكمان فتحت عليه الساعه 8 الصبح وحطيته في التلاجة طبعا كام ساعه كده. وبعدين بعد ما بنتسحر طبعا بناكل الزبادي. تعالوا بقى اوريكم قوامه. بصوا يا جماعه قوامه، والله قوامه زي بتاع بره بالظبط، وطعمه كمان زي الزبادي البلدي اللي بنشتريه من بره. تعالوا بقى ندوق طعمه كده. بسم الله. صدقيني كريمي حلو قوي وهيعجبك. وكمان هعرفك في الفيديو ان شاء الله ازاي قبل ما الزبادي يخلص من عندك تعملي منه زبادي تاني، يعني مش هتضطري تشتري زبادي من بره تاني ابدا. خلاص استنوني بقى في الفيديو الكبير ان شاء الله.